لو انت جبت بذور حلبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده وانت عاوز تزرعهم في المنزل، كمل الفيديو للآخر وانت تعرف النتيجة الصحيحة بالظبط. دي بذور الحلبة بالشكل اللي حضراتكم شايفينه ده، ودي اللي احنا نزرع فيها. هنبدأ نجيب تربة، والتربة تكون مليانة بالعناصر، يعني السماد العضوي يكون فيها اللي هو فضلات الفراخ، ونبدأ اننا نظبط التربة كده ونسويها. وبعد كده هنبدأ نسويها ونشيل منها لو كانت في حاجة زيادة. وبعد كده هنبدأ اننا نظبط التربة، ونبدأ نجيب البذور بتاعتنا الحلوة، وهنبدأ اننا نرشها على سطح التربة من فوق، بس ما تغزرش قوي علشان بعد ما يطلع لازم تعمل وتكون مظبط التربة. بعد كده نغطي سطح التربة من فوق وتغطي كويس علشان البذور ما تبقاش باينة، عشان لو كانت باينة مفيش جدر هيخضر حقاش تغطيها كاملة. ونبدأ نسويها، وبعد كده نبدأ نجيب المية ونبدأ نرويها بشكل يومي، وتسيبها في حتة ظل أو شمس عادي مش هتفرق. تبدأ نرويها كويس بشكل يومي، ومبروك عليك ودي النتيجة الصح.